انا شفت اللي هو بتاع الحقن مش الشرب. ما هو انا قصدي كده، كنا بنشربها غلط، دلوقتي بنشربها صح. اه. الله يسعدك يا رب. تخيل، انت لابس النضارة عشان في بعض نظر كده مش مظبوط شوية، صح؟ ايوه. لو نظفت قولونك 3 ايام، مرة بالليل ومرة الصبح، بتصحح النظر، هتمشي من غير نضارة اصلا. بجد. جرب. انت عندك الجيوب الانفية مسدودة؟ ده الجو الانفيه لا. طب في صداع ساعات بيجيلك في عينك؟ في عيني اه. تمام. ممكن اقول لك على حاجة واحنا موجودين دلوقتي وتعملها؟ ماشي. بفضل من ربنا سبحانه وتعالى، لو في غبش على عينك هتروح. لو في دي مسدودة او ساعات تجيلك صداع هنا مسدود، هيروح. عندك حاسة الشم شغالة؟ اه الحمد لله. طيب، هتجيب كوباية مية ومعلقة خل. كوباية مية ومعلقة خل، وهتستنشق كأنك بتتوضى. دخل المية بس جوه قوي، استنشق، بالغ في الاستنشاق. تقفل فتحة كده، تقفل التانية، وتفرج صوتك وعينك والصداع ومراخيرك دي، هتحس انها سلكت والهواء دخلك مرتاح. حس ان انت فقت دلوقتي. تجرب كده وانت معايا. هل عادي؟ اي خل. ماشي. معلقة خل وكوباية مية. اهلا بحضرتك، يا مرحبا يا مرحبا استاذ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا احنا هناخد بالاسباب دلوقتي. دكتور اسلام، قارئ المتميز، مرحبا. هيستنشق بميه وخل، وان شاء الله خير. استاذ اسلام، دكتور اسلام، لدي حالة إنسانية خاصة. طيب أخلص بس اللي وأطلعك شوف أنت عايز إيه. صوت بالبطن كتير، تعالى لي لو عايز تيجي، تعالى لو عايز تنظف قولونك عندك نظف. يا دكتور، يا دكتور إسلام، خليك معايا الأول. موجود، تيجي عندي تشرف. قرقعة البطن، نظف قولون. كده. يا دكتور إسلام، معاك. أنت بدأت ولا لسه؟ بدأت ولا لسه؟ ده انا بس حاسس بلسعة كده. طيب، حسيت ما كحيت وأنت بتعمل؟ المجرى اتفتح خالص. لا، وصوتك بص عمل إزاي؟ ايوه. ها؟ شيل يعني النضارة، شيل شيل. شيل لو النضارة. قرأت لو قرأت دلوقتي هتبقى حاجة تانية. ما أنا بقول لك أهو.
اصبر بس ما تشربش ميه دلوقتي. بص يا أخي، انت كده خلصت الميه كلها صح؟ هتحط ايدك كده من غير ميه. خمس مرات كده وخمس مرات كده، يلا. قوي قوي. هو يقول لك دلوقتي بيعاني من ايه؟ ها؟ لا عينيك نقرأ كده، فتحت نقرأ بقى. والغبشه اللي على عينك راحت ايوه ما شاء الله. ودي سلكت. شايف اللايف عادي. ايه رايك؟ من غير نضاره اهو. لا كده نقرأ بقى، نكمل الصفحة دي نقرأ. لا بص صوتك عامل ازاي دلوقتي. ايوه ظبط كتير الحمد ودانك لله. فكت ها. بعملها كل لما أجي اقرأ. لا مش هتعملها تاني، خلاص هي مره واحده في العمر. بجد. يا راجل بص صوتك عامل ازاي. خلاص انا اقرأ بقى. اقرا كده من غير نضاره، وقول للناس كده قبل ما تقرا، قول لهم كان عندك ايه عشان عايزين يعرفوا. ماشي. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الله. ايه رايك؟ لا لا والله ما شاء الله. عشان انت انسان وحاسس طيب. اصلا ان الهواء عمال يلسع من كتر عمال ما بيعدي. ايوه، وبعدين ده انت يخش لك هوا نظيف، تستنشق هوا نظيف. اخوانا الدكتور اسلام من اوائل الناس اللي عرفتهم على التيك توك المحترمين، ومن اروع الاصوات. فانا بساله دلوقتي، قال لي انا ما عملتش الميه والخل، خليته عمل ميه وخل دي للجيوب الانفيه والصداع النصفي، وعينيه كانت وجعاه وصوته كان مش قد كده، والحمد لله. ودي كانت مش سالكه، سلكت وعينيه فتحت وقلع النضاره اهوت. وان شاء الله ايه بعد كده مش هيلبس النضاره تاني، بس بعد ما ينظف قوله. اه هي دي بس. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. تسلم. صوتك كان عامل ازاي الاول ودلوقتي بقى عامل ازاي؟ كان في بحة وواطي جدا، مش عارف عليه. كان في اخ طلع معايا مقرئ، شيخ محمد ده من محافظة القليوبية، فقال لي انا عندي صداع نصفي وعينيا والقولون. قلت له طب استنشق بميه وخلي دلوقتي. عملها وهو على اللايف. قال لي انا رحت، يعني بعد ما خلص مناخيري سلكت وعينيها فتحت والصداع راح وحاجات كتير قوي. قال لي انا رحت اقرا في مكان، قالوا في ايه؟ حاجه غريبه قوي. فقال لهم في ايه؟ قالوا لا لا مش ده صوتك ابدا، صوتك بقى المره دي 10 على 10. لا بالك؟ على فكرة، في ناس تقعد تشرب مشروبات وينسونوا بتاع، مش عارف المشكلة فين. ما انا عارف، بقول لك ما انا عارف السبب، ما بظبطش. ما انا عارف السبب. سببه ايه؟ حاجه واحده بس، ايه هي؟ مخالفه التوجيه الرباني في الاكل. الناس، معظم الناس بتاكل الفاكهه بعد الطعام. فاكهه بعد الطعام بتعمل عفونه في المعده، عفونه بتجمع تقيحات، صديد، غازات، دمام، الحاجات عليها بجدار القولون، تقوم عامله لي عسر هضم. عسر هضم ده بقى يعني المعده بتتعسر، لا بيخلي النحيف يزيد ولا اللي عنده كرش ينزل. عسر هضم ده يجيب لي امساك، والامساك يجيب لي بواسير وشرخ شرجي. عسر هضم ده سبب في السرطانات. عسر هضم ده سبب في الامراض الجلديه عامه. عسر هضم ده سبب في الجيوب الانفيه وحاسه الشم والصوت والودان والعينين والغبش اللي على العين والصداع النصفي. ايه ده كله؟ اه. تخيل، حاجه واحده مخالفه ربانيه تخلينا نعيش في جحيم، والناس تفضل تاخد ادويه ليل ونهار بال30 سنه. وحاجة لو بسيطة نظف والله. قولونه بس، لو نظف قولونه بس بفضل الله يتعافى ويمشي على نظام غذائي صحي. لو عنده غده درقيه، لو عنده سمنه، لو عنده كوليسترول، لو عنده دهون ثلاثيه، لو عنده نحافه، هيتعالج. ما شاء الله. قول لي مقادير الميه والخل. معلقه خل وكوبايه ميه. عملت اكتر من كده يا ابني؟ معلقة، لا معلقة واحدة. معلقه خل وكوبايه ميه واستنشق. بس هو استنشق بضمير، ما خمش بصراحه. فلما استنشق جت النتيجه لا لا، محترمه. ما جيت طلعت على فكرة حتى الهواء عشان سائع، حاسس ان بيطير. والله الحمد لله. انت نيتك طيبه يا ابني، وربنا جعلني سبب. يعني ما احنا مع بعض بقالنا فتره، وانا ما يعني لسه ربنا اراد دلوقتي. اه انا ما كنتش سألت فعلا. ماشي، والحمد لله رب العالمين. فانت عارف ما كانتش ظاهرة الاول ليه المشكلة دي؟ اه عشان كنت طالع معاك في الصيف، فكان عشان كده كده اصلا الدنيا سخنة، فمش ظاهرة الحتة دي قوي. لكن لما ايوه. لاحظت صوت السقعة بدأت تاخد بالك. انت عارف انت كنت طالع عامل ازاي ولا مش عارف؟ اه وكان في بحة شوية وواطي. لا، ابو عبد الله، ابو عبد الله. ايوه مقفول. ما هو حاسس انك زي مكتومة كده. احمد ربك واشكر فضله يا ابني. ان شاء الله الحمد هتمشي من لله. غير نظاره. انا ما بلبسش نظاره خلاص.